العلامة الأولى أن تكون أنت راض عن الله. فهل أنت راض عن قضاء الله فيك؟ هل أنت راض عن قدر الله فيك رغم المصائب، رغم الابتلاءات؟ إذا كنت راض عن قضاء الله وقدر الله فاعلم بأن الله عز وجل راض عنك. الإمام الشافعي رأى رجلا يطوف بالكعبة يقول: يا رب ارض عني، فقال له: إذا أنت رضيت هو رضي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية: إذا وفقك الله عز وجل للطاعة، فعندما تجد نفسك مقبل على طاعة الله، مقبل على ذكر الله، مقبل على الصلاة بالليل، مقبل على الدعاء، مقبل على الصدقة، إذا وجدت ذلك فاعلم أن الله راض عنك، لأن الله لا يوفق لطاعته إلا من